اتنوعت الأكلات الفرعونية وفي منها اللي استمر معانا لحد النهاردة. وعلى الرغم من إن مصر دولة صحراوية إلا إن الفيضان السنوي لنهر النيل اللي كان بيبتدي من شهر يونيو ولحد سبتمبر خلى وادي النيل من أكتر المناطق خصوبة في العالم القديم. والنهاردة هنتعرف على أشهر الأكلات الفرعونية. وقبل ما نبتدي ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس علشان توصلكم كل فيديوهاتنا. الخبز أو العيش، وده كان من أهم الحاجات الأساسية عند المصريين، وكان المصدر الرئيسي للكربوهيدرات، وكان بيتصنع بأشكال كتير وصلت لتقريبا حوالي 40 صنف. ومنها مثلا عيش اسمه عيش الكماج، وهو عيش أبيض كان بيتعمل من غير خميرة. في كمان عيش اسمه عيش خشكار، وهو لونه غامق جدا ومعمول من الردة زي عيش السن دلوقتي كده. وفي عيش اسمه عيش يوكل، وهو العيش البلدي اللي موجود زي اللي موجود بتاعنا دلوقتي، وبيتعمل من الدقيق والردة. وبكده نبقى كمان عرفنا أساس جملة البلدي يوكل، لأن العيش البلدي كان اسمه يوكل عند الفراعنة. كمان في العيش البتاو، وده بيتعمل من دقيق الذرة ولسه بيتخبز في المناطق الريفية لحد دلوقتي. من الحاجات اللي لسه برضو بتتعمل لحد دلوقتي العيش الشمسي، وموجود في مناطق الصعيد وبيتحط في الشمس لحد ما يستوي، عشان كده اسمه العيش الشمسي. من الخميرة اللي كانت بتستخدم لصناعة العيش كانت بتتصنع من الشعير، وكان اسمها بيرة، عشان كده لحد دلوقتي اسمها خميرة بيرة. من الأكلات المشهورة كمان الفسيخ. طبعا كانت الأسماك من الأكلات المفضلة والرئيسية في الحضارة الفرعونية لوجود نهر النيل، وكان الفراعنة حريصين على أكل السمك. ومن أشهر الطرق اللي كان السمك بيتعمل بيها زمان كان السمك المملح اللي مصنوع من سمك البوري، واللي كانوا بياكلوه بكميات كبيرة في الربيع في شم النسيم، وفضلت العادة دي موجودة لحد دلوقتي. البصارة دي كانت من البقوليات، والبقوليات كانت وجبة مهمة جدا عند الفراعنة، وكانت بتتاكل بأشكال مختلفة، من ضمنها البصارة، وهو مزيج من الفول والبصل والكرات، وهي من الأكلات النباتية الغنية بالعناصر الغذائية. العدس ده كان بيتقدم أيام الشتاء كوجبات للعمال والفنيين اللي شغالين في الأهرامات، لأنه كان بيمدهم بالدفء والطاقة. تعتبر الويكا من الأكلات التقليدية التاريخية اللي بتتوارثها الأجيال من عهد الفراعنة، وبتتكون الويكا في الأساس من البامية، وبتتعمل مع اللحمة والكزبرة والثوم، وبتتاكل سخنة سواء مع الرز الأبيض أو العيش. الفريك، وده كان بيتعرف زمان باسم الفريكة، وهي أكلة قديمة انتشرت في مصر، ومنها اتنقلت بعد كده للعراق والشام، وكانت بتتاكل طول السنة وخصوصا في الربيع قبل حصاد القمح. وكان المصريين القدماء بيجمعوا حبوب القمح الأخضر وبيتحط على نار قوية وبيطبخ مع اللحمة أو بيتاكل مع اللبن، ودلوقتي بتتحشي بيه الفراخ. الدقة هي صحيح مش أكلة، بس كانت بتتعمل جنب الأكل، وبتتكون من الأعشاب زي النعناع والملح والكزبرة والسمسم والكمون، وكان ليه شعبية كبيرة أيام الفراعنة. الخبيزة دي من الأكلات اللي ما يعرفهاش كتير من الجيل الحالي، وهي عبارة عن نبات أخضر شبه الملوخية في شكله وطريقة تحضيره، ومنتشرة في الصعيد والمناطق الريفية أكتر، وبتطبخ مع شوربة الفراخ أو اللحمة ومعاها شبت وكزبرة. شوربة الفول النابت هي من الوجبات الاقتصادية اللذيذة اللي بتمد الجسم بالبروتين والأملاح، وزي ما قلنا إن المصريين القدماء عرفوا الفايدة الكبيرة للفول والبقوليات، عشان كده ده خلاه من أساسيات المطبخ المصري. والمخروطة دي بتتعمل من الدقيق والمية والملح، وبتتعجن وتتقطع شرايح شبه المكرونة الاسباجيتي، وبتتساب على السطح لحد ما تنشف، وكانت بتتاكل يا إما مسلوقة أو مع اللبن والعسل الأسود. الملوخية، عرف الفراعنة الملوخية وكان اسمها زمان خية، ودي ليها قصة ظريفة جدا. كانوا المصريين وقتها فاكرين إن هي نبات سام، وما كانوش بياكلوها لحد ما جه الهكسوس واحتلوا مصر، وأجبروا المصريين على أكلها علشان يخلصوا منهم لما عرفوا إنها سامة، وكانوا بيقولوا لهم ملو خية، يعني كلوا خية. وبعد ما المصريين أكلوها افتكروا إن هم خلاص هيموتوا،
لكنهم اكتشفوا انها مش سامة وان طعمها حلو، ومن وقتها ابتدوا ياكلوا الملوخية، لكن طبعا مش بنفس الطريقة اللي احنا بنطبخها بيها دلوقتي. ودي كانت مجموعة من الاكلات الفرعونية واللي فضلت موجودة وبتتوارثها الاجيال لحد دلوقتي. ولو في موضوع معين تحبوا نتكلم عنه ياريت تكتبوا لنا ده في التعليقات.